نحن في مباراة كرة قدم يقتل 73 إنسانا، تزهق أرواح معصومة، 73 إنسانا يقتلون في مباراة كرة قدم، ولا تحرك الدولة ساكنا، والجميع يتنصل منهم، وكل إنسان يلقي باللائمة عليهم، ويريدون إفلات المجرمين الذين تسببوا في تلك الكارثة، وينحون باللائمة على القتلى وعلى الموتى ممن يتهمون بالتعصب أو بأنهم خرجوا مع الألترس، وأن هؤلاء عصابات، وأن هؤلاء بلطجية، وأن هؤلاء كذا وكذا. 73 إنسانا قتلوا، صعدت أرواحهم تشكي إلى ربها ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. أنت تجلس أمام التلفاز تحتسي الشاي، تضع ساقا على ساق، أبناؤك من حولك، هذا يضحك ذاك يلعب، و73 بيتا فيها مآتم من سكالى ويتامى ونساء يبكين على أزواج أو على أولاد لا يأبه لهم أحد. لماذا؟ لأن هؤلاء مساكين ضعفة من جماهير الدرجة الثالثة ممن يجلسون خلف المرمى، هؤلاء لا مكان لهم. ترى لو أن هؤلاء 73 كانوا نصارى أكانت الكنيسة ستجلس مصر على مقعد إلى قيام الساعة؟ لو أن هؤلاء كانوا يهودا لعقدت جلسات مجلس الأمن وهيئة الأمم ومحاكم العدل، وتحرك السفراء وخطب أوباما وتدخلت الجيوش، لكن لأنهم مساكين، مصريون مساكين. نحن شعب كبير، 73 من 85 مليون لا يساوون شيئا، هذه دماء رخيصة لا يأبى إليها أحد من العالمين. 73 مشجعا، ويخرج بعض السفهاء يقولون هؤلاء ماتوا على سوء خاتمة، هؤلاء كانوا يشجعون الكرة، هؤلاء سيبعثون يوم القيامة على التشجيع ونحو ذلك من التخاريف. نحن أمة متخلفة إلى هذا الحد. ما هؤلاء البشر الذين يكتبون ويتحدثون؟ 73 إنسانا ماتوا، لم نسمع إلا التعازي. نتوجه بالتعازي إلى أهالي القتلى، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويعقد مجلس الشعب دورة طارئة، ويجتمع النواب تائهون لا يدرون ما يقولون. جاء النواب عقولهم فارغة، نواب يقفون جاءوا للمباريات الخطابية. سيد الرئيس، إن ما حدث وما يحدث وما سيحدث وما كان وما سيكون، ثم يجلس، ثم يقوم الآخر. وجاءوا بوزير الداخلية ورئيس الوزراء المسكينين، هؤلاء هذا الرجل وذاك الرجل لا يملك أحدهما من أمر نفسه شيئا. هذان موظفان مسكينان جيء بهما ليقعدا على كرسيين وليس في يديهما أي شيء يفعلونه. هؤلاء في كل مصلحة الآن ووزارة، لواء من المجلس العسكري هو المتحكم، ثم أمام الناس وزير أو مسؤول أو نحو ذلك. وقام النواب المحترمون يهاجمون وزير الداخلية المسكين ورئيس الوزراء المسكين، وسمعنا عن إجراءات تضحك السكلة. التحقيق مع حكم المباراة، ما دخل حكم المباراة في قتل 73؟ حل مجلس الكرة، إقالة محافظ بورسعيد، إقامة مدير الأمن، فعل كذا وكذا. هذه الأساليب العقيمة هي التي كانت تتبع في أيام حسني وأذناب حسني. التضحية بمسكين يأخذ الصدمة والصفعة، ثم يتم إلقاؤه على المزبلة، ويستدعى واحد آخر ليمثل الدور، وخلف هؤلاء واحد يحرك الجميع. ما ذنب هؤلاء؟ مساكين لا دخل لهم. لم يتحدث حديثا مقبولا إلا عمرو حمزاوي وعصام سلطان، أما بقية النواب كلام مشرق مغرب لا تخرج منه بطائل ولا بفائدة.
فقد تركوا جميعهم الحمل على الغارب للمتحكمين والمتنفذين. أليس المجلس العسكري حاكم البلاد؟ من حقنا على هذا المجلس أن يؤمن الشعب. رئيس المجلس العسكري يتحدث يقول الذي فعل ذلك من الشعب. لماذا صمت الشعب؟ لماذا لا يشارك الشعب؟ وتسمع كلمة الشعب الشعب الشعب. ما دخل الشعب؟ لست أنت الرئيس؟ لماذا لا تؤمن الناس؟ إذا كنت لا تستطيع أن توفر لهذا الشعب الأمن فانسحب مشكورا ودع الأمر لغيرك يفرض سلطان الأمن على الدولة. أما أن تطلب من الشعب أن يؤمن نفسه بنفسه فما فائدتك وأنت ومن معك من المتنفذين. لا نريد خطباء في مجلس الشعب، نريد أناسا يفهمون، نريد أناسا يستطيعون التفكير، نريد أناسا يستطيعون اتخاذ قرارات، نريد أناسا يستطيعون فرض الإرادة الشعبية التي جاءت بهم إلى هذه الأماكن. وأن يقف النواب المحترمون يصيحون ذات اليمين وذات الشمال بكلمات فارغة، وكل ما يحدث في بر مصر الآن ينحى بلائمته على مجموعة من المساجين. حسني مبارك يخطط، جمال مبارك يخطط، سرور يخطط، هؤلاء يديرون البلد من سجن طرى، معهم المحمول، معهم كذا. من الذي سمح؟ فلنفرض جدلا أن هؤلاء يخططون، من الذي سمح لهم بالتخطيط؟ من الذي أعطاهم الفرصة؟ من الذي أدخل إليهم آلات الاتصال؟ هذا كلام فارغ في الحقيقة. هؤلاء لا يخططون ولا يستطيعون التخطيط. هناك جهة في الدولة تريد ما يحدث، تريد أن تتفرج علينا، تريد ألا يطمئن الناس وألا يأمن الناس وألا تستقر الأوضاع، لأن الأوضاع إذا استقرت سيأتي ذلك بضرر كبير على هذه الجهة. ثم أخرجوا لنا عفريتا في كل حادث يقولون هناك طرف ثالث. الطرف الثالث هو الذي قتل المتظاهرين في شارع محمد محمود. الطرف الثالث هو الذي قتل المتظاهرين عند مجلس الوزراء. الطرف الثالث هو الذي قتل المظاهرين يوم واقعة الجمل الشهيرة. الطرف الثالث هو من أطلق النار على الثوار في ميدان التحرير وفي الميادين الكبرى في الإسكندرية والسويس وغيرها، فقتل أكثر من 1000 إنسان. أين هذا الطرف الثالث؟ هل نأتي بشيخ من شيوخ الجن والشياطين يبحث لنا عن هذا الطرف الثالث؟ هل يعاقبنا الجيش لأن الناس صاحت يسقط حكم العسكر؟ من حقهم، من حقهم أن يقولوا ذلك. أنتم عسكر، مهمتكم عسكرية ليست سياسية ولا قانونية ولا اقتصادية. من حق الشعب أن يحكم نفسه بنفسه، من حقي أن يقول لكم شكرا وارحلوا إلى أماكنكم واتركونا ندبر أمورنا. هذا من حق الشعب. لستم أنتم القائلون بأنكم ستخوضون بمصر خارطة طريق إلى العالمية وإلى النهضة وإلى كذا. من النهضة أن ينهض الإنسان. أين الحرية؟ أين الكرامة؟ أين العدالة الاجتماعية؟ أين المساواة بين البشر؟